الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء العم الكرام، يسعدني ويشرفني أن أشكر لكم جميعا تلبيتكم لدعوتي المتواضعة إلى هذا اللقاء المبارك الذي آمل من الله تعالى أن لا يكون الأخير، وأن تجمعنا عدة لقاءات في الأيام القادمة، وأن نكون جميعا يدا واحدة، وأن نبتعد جميعا عن كل الشحناء التي كانت سابقا. تعلمون جميعا أنني غبت مجبرا عن أرض الوطن لأكثر من 15 عاما متواصلة، وقبلها أيضا كنت غائبا عن الوطن لفترات طويلة أحضر فيها أحيانا بضعة أيام كل سنة، مما يعني أنني كنت بعيدا عن أرض الوطن كبعد جغرافي، ولكنني لم أكن بعيدا بقلبي ولا بعقلي ولا بعواطفي عن أهلي وإخوتي وأبناء عمي في إدلب الحبيبة. أرحب بكم جميعا، وأتمنى لكم جميعا أمسية طيبة سعيدة، وأتمنى منكم جميعا أن تفتحوا قلوبكم لبعضكم. هذا ما أتمناه وهذا ما آمله. دعونا جميعا نفتح قلوبنا ونبدأ ببداية جديدة. عانينا خلال 15 عام من آلام وشدائد لم يعاني منها أي من شعوب العالم، ولكن الحمد لله مضت وانتهت، وها نحن هنا بين أهلنا وأحبائنا. كنا دائما لدينا تفاؤل وأمل كبير بغد مشرق، والحمد لله وصل هذا الغد. نتمنى من الله تعالى أن تكتمل فرحتنا، وأن نستطيع جميعا مع بعضنا أن نبني بلدنا ونبني عائلتنا، ونكون جميعا درعا يحمي هذه العائلة ويحمي هذه البلد ويحمي هذا الوطن. شكرا لكم جميعا على حضوركم، وأتمنى أن لا أكون قد أطلت عليكم، وأتمنى لكم أمسية سعيدة. الحمد لله على ما أنعم، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله عند الرضا، والحمد لله بعد الرضا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنشكرك على اي لمه كويسين. الحمد لله على السلامه، منور بلدك عمي. السلام عليكم. والله بصغرك ان شاء الله جبنا الشباب كلياتهم راسي يا حبيبي. السلام عليكم. تكون نشوفك الامارات ان شاء الله. انا ماشي بعد يومين. احلام احمر، الله يجزيك الخير ويبارك فيك. سعودي بعدين الامارات. السلام عليكم.
يلا بشوفك هونيك كمان نقطع لهونيك.